في كل سنة خلال احتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية، تعيش المديرية العامة للأمن الوطني حالة استنفار أمني، حيث تستعد العناصر الأمنية المغربية بجميع مصالحها، وتتم التعبئة واليقظة والحذر ضد أي انفلات أمني أو خطر محتمل. هي مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجند لها رجال الإدارة العامة للأمن الوطني، بداية باستراتيجية لتأمين المواقع الحساسة كالسفارات والمعاهد والمراكز الأجنبية، وتشديد المراقبة على المحطات القطارات والشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمراكز التجارية الكبرى التي تعرف حركة كبيرة، وإقامة حواجز أمنية على المدارات الداخلية والخارجية للمدن، بالإضافة إلى تنظيم حملات تمشيطية للمناطق السوداء. وتبقى مدينة الدار البيضاء من أكثر المدن التي تعزز فيها الإجراءات الأمنية خلال احتفالات بالسنة الميلادية. ومن خلال مواكبة طاقم موقع مغرب اليوم لتحركات وتعزيزات أمنية في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، بعد وصولنا للمركبة التجارية موركومول، وجدنا وعاينا تواجد كثيف لرجال الأمن معززين بسيارات الأمن الحديثة من صنف الصغير وأخرى على شكل فرق أمنية، كما يوضح لنا عامل شرطة بولاية الدار البيضاء الكبرى العزوزي. حقيقة أن هذه الإجراءات هي تبقى إجراءات عادية تدخل في إطار الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تأمين الاحتفالات ديال نهاية السنة، وكذلك من أجل التواجد بالشارع العام والقرب من المواطنين من أجل تحقيق السكينة والأمن للجميع، وكذلك حماية الأرواح والممتلكات ديال المواطنين. بعد المركبة التجارية موركومول، الوجهة الآن إلى أحد الفنادق الكبرى بالشارع الساحلي لمدينة الدار البيضاء. كل من تلمح بصره التعزيزات الأمنية ورجال الأمن بوجوه غير مكشوفة يحملون أسلحة ورشاشات، والمواطنين يطرحون مجموعة من الأسئلة: هل هناك عملية إرهابية أم القبض على خلية إرهابية؟ بل العكس،
هي إلا تعزيزات أمنية وتعبئة ويقظة وحذر من أجل مرور احتفالات برأس السنة الميلادية، كما يوضح لنا عامل الشرطة. بوزيتيف دو سيكوريتي ما هو فقط إلا لتأمين هذه الاحتفالات، وعكس ما جاءت به بعض الصفحات أو بعض وسائل الإعلام اللي ادعت بأن ربما كاين هناك خطر إرهابي أو اون موناس تيروريست، فبالنفي. فهذا الديسبوزيتيف وضعته المدير العام للأمن الوطني من أجل تأمين احتفالات نهاية السنة باش تمر في أحسن الظروف. بعد المركبة التجارية مركمول وشرطة الساحلي لمدينة الدار البيضاء، الوجهة الآن إلى أحد القاعات العروض السينمائية الكبرى. تعزيزات أمنية بنفس العتاد والتعبئة واليقظة والحذر، مما يمرر مجموعة من الرسائل للمواطنين البيضاويين أن مدينتهم في أمن وأمان، وأن رجال الأمن مستعدون لكل السيناريوهات والاحتمالات من أجل أن تمر على مستوى الدار البيضاء 3400 ما يزيد على 3400 تشارك فيها جميع التشكيلات الأمنية، أمن عمومي، هيئة حضارية، الفرق التدخل السريع، القوات المساعدة، الكل كيشارك، شرطة قضائية، الاستعلامات العامة، الكل، جميع الفعاليات الأمنية كتشارك.